اهلا بيكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن اساسيات لبس كليه التربيه الرياضيه، الحاجات اللي انا اشتريتها وحبيتها جدا خلال فتره الكليه، والحاجات اللي انا ما ندمتش بس حسيت ان هي آه عيوبها. تمام. هقول لكم على الاساسيات بتاعه الكليه يعني عموما، الحاجات اللي انتوا تشتروها والحاجات اللي انتوا تستنوا عليها شويه والحاجات دي كلها. فلو انتم مهتمين بالفيديو فلو سمحتوا ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه والحلقات دي كلها، ولو حابين تشوفوا اي فيديوهات جايه الفتره الجايه فتكتبوا لي تحت في الكومنتات تحت. وبس كده، يلا بينا نبدا الفيديو. هبدا لكم بالبيزك الاول. كل كليه بيكون لها زي معين او لبس معين بتلبسه اول سنه. بيكون كل فرقه لها لبس. تمام. في كليه بتديك هي لبس من عندها، بتروح بتشتري من الكليه، وفي كليه بتقول لك اللون هيكون كذا بتروح تشتري من بره. تمام. زي جامعه طنطا بيكون كل فرقه لون. اللون بيتني معاك لحد طول ال4 سنين. تمام. فانت هتعرفي اللون ده امتى؟ هتعرفي في اول يوم في الكليه، هتعرفي كبير. هتروح اول يوم في الكليه هيكون يوم تعريفي، هتعرفي في الكليه على كل حاجه، مدرجات، ملاعب، كل ده، وهيعرفوك اللون اللي انت هتشتريه. فده مفيش اي مشكله فيه. تمام. نيجي بقى على الحاجات الاساسيه اللي احنا عايزين نشتري دلوقتي لبس وعايزين نشتري حاجه للكليه. نشتري ايه؟ اول حاجه من الاساسيات اللي احنا نشتريها ترنجات من اسهل واسرع الحاجات اللي انت هتشتريها هتلبسيها خلال فتره الكليه. محاضرات الصبح بدري، متعطله مش عارفه تلبسي ايه، فالترنج هيكون اسهل واسرع حاجه تلبسيها. مش حابه تلبسي التيشيرت اللي عليك النهارده وقرفانه منه، فالترنج اسهل واسرع حاجه تلبسيها وهتكون شيك وحلوه. تمام. الرك بقى على ان انت تنقي حاجه تكون كويسه وتكون شكلها حلو ويكون لون اللي انت حباه ويكون ستايل مناسب ليكي انت. تمام. في ترنج انا اشتريته في اول سنه ليا في الكليه، ما كنتش بعرف انواع الترنجات ولا اعرف اي حاجه عن الترنجات ولا اعرف اي حاجه، واشتريته حرفيا من احلى الترنجات اللي انا اشتريتها خلال فتره الكليه. يا رب اكون اقول لكم نوعيته صح. اسمه غطس. لو انتوا رحتوا المحلات الرياضيه ممكن تلاقوه فيها يعني، او بتاع المحل يعرفه اعتقد يعني. تمام. دي من احلى الحاجات اللي انا اشتريتها خلال فتره الكليه الصراحه. برضو في ترنجات اسمها ووتر بروف، برضو جميله وحلوه، بس بعد شويه كده بتحسها كده وسعت او السوسته بتاعتها بتكون شكلها مش حلو يعني. هحط لكم برضو صوره الترنج اللي انا جبته وصوره الووتر بروف اللي انا جبته. تمام. اللون مهم جدا، تشتري لون اسود. دي من احسن الحاجات اللي تشتري واحد اسود، وتشتري بقى اي لون انت عايزاه جنبه. الاسود ليه؟ عشان في دكاتره بتسمح لك باللي انت تلبسي اسود. تمام. يعني انت مش حابه تروحي باللون بتاعك النهارده، ممكن تلبسي اسود، فالدكاتره ممكن تسمح بالالوان برضو، بس برضو احتياط يعني. تمام. برضو عشان ترنجات اشتري ترنج واحد بس بنطلونه. يعني في ترنجات بتكون ممكن تشتري جاكيت لوحده، ممكن تشتري بنطلون لوحده. فانا من رايي الشخصي يعني انت تشتري ترنج لوحده. تمام. ترنج لوحده، وتشتري جاكيت من الجاكيت الووتر بروف مثلا. في ترنجات تانية الووتر بروف كتير جدا، بس انا صراحه مش متعمقه قوي في الموضوع. انت بقى نقي واختاري وشوفي وانزلي ارض الواقع. يعني ما تستسهليش وتنزلي وتشتري من على المواقع او من على النت وخلاص تستسهلي، لا. انزلي وشوفي القماشه، وانزلي شوفي القصات اللي انت حباها والستايل اللي انت حابه تلبسيه خلال فتره الكليه. عشان في كذا حد قال لي او انا كنت مبهدله فتره الثانويه هرجع تاني الكليه كاني متغيرش فيها حاجه. لا، انت حسب ستايلك وحسب لبسك وحسب انت هتكوني حابه شكلك يكون ايه خلال فتره الكليه. فانت الفتره دي بقى اعرفي وانزلي وشوفي ارض الواقع وقيسي وعرفي الحركات دي كلها. تمام. يعني دي من اول حاجه. من رايي بقى ان انت تجيبي بنطلون لوحده بحيث ان تشتري حاجات كتير وتنسقي على حاجات كتير. تمام. هو بيكون نفس البنطلون. لو انت هتشتري ووتر بروف يعني مثلا ترنجان ووتر بروف، اشتري ترنج واحد واشتري جاكيت كمان معاه. تمام. نفس النوعيه. هو بيكون نفس البنطلون. هجيب لكم برده، احط لكم صوره الترنج اللي انا اشتريته اول سنه. تمام. واحط لكم صورته هنا، واحط لكم كل الحاجه يعني زي ما انا قلت لكم قبل كده. تمام. في نوعيات كتير برده غير الووتر بروف، نوعيات كتيره جدا حلوه. في من بقى الوتر بروف ده الطويل والقصير، الناس اللي مش بتحب تلبس قصير في منه طويل بيوصل لحد ركبتك. في منه نوعيات كتيره جدا، في منه اشكال كتير جدا، في منه قماشات. يعني في منه الشتوي، والشتوي من احلى الحاجات اللي انا اشتريتها حرفيا في الوتر بروف. حلو جدا جدا جدا، وجوه اللي هو بيكون مبطن من جوه. تمام. ده بقى جابه طقم كامل عشان اصلا بيكون بنطلونه برده بيكون فيه تقيل شويه برده معاه. ايه تاني؟ برضو التيشيرتات ديت اللي انا حاطه لكم صورتها دي جميله جدا.
اشتروا منه بالوان اللي انتوا عايزينها. في منه لافندر، وفي منه بينك، وفي منه حاجات كتير جدا، في منه الوان كتير جدا. فانتوا اختاروا الالوان اللي انتوا حابينها واللي انتوا حابين تشتروها، والستايل اللي انتوا عايزين تشتروها، الحاجات دي كلها. في منه بقى ستايلات كتير جدا، في منه الطويل، في منه القصير، في منه اللي بيكون في حركات كده وتكات من الجنب، حركات كتيره جدا وجديده. تمام. ندخل بقى الستات الرياضيه، من احلى الحاجات برضه انتوا تشتروها. برضه ستات حلوه جدا، ستات رياضيه، اللي هي الميلتون، هي بتكون على شكل ميلتون. في برضه غير الميلتون كتير جدا. هحط لكم برضه الصور بتاعته هنا برضه. آه حلوين جدا برضه. خلافه الكليه برضه سهله وسريعه. لو انت بقى، عشان احنا عندنا في الكليه بنغير كتير جدا، بتلبسي طبقات وبتلبسي حاجات هدومك اصلا بتحطها جوه الشنطه عشان مفيش مكان تاني، بتتكعك والحاجات دي كلها. فانت اسهل حاجه الترنج بالنسبه لك طول اليوم هتلبسي تحته التيشيرت، او مش هتلبسي التيشيرت النهارده، او هتقلعي الجاكيت وتلبسي تحته التيشيرت. مش هيكون سهل يعني، مش هتعملي مجهود كتير. تمام. وعشان في حاجات ما تتاخدش منك، عشان الحاجات دي كتير جدا، فاحتياط. تمام. آه زي ما انا قلت لكم، ندخل بقى على قسم البناطيل. في بناطيل كتير جدا رياضيه، وفي بقت منتشره، واعتقد منكم جاب كتير منها. زي البناطيل اللي هي الميلتون، هي بتكون وايد ليج، دي حلوه جدا جدا جدا. هي بتكون واسعه وحلوه، وتلبس عليها حاجه قصيره، مثلا جاكيت قصير، حاجه كده. تمام. البناطيل اللي هي سوت بانس برضو، اللي هي بتكون الميلتون برضو، من احسن الالوان اللي تشتروها الرصاصي والاسود والبيج، الالوان الاساسيه طبعا. برضو احسن بنطلون اشتريته في سنه ثالثه، بنطلون شارلستون، اللي هو في منه كتير جدا، في منه انواع كتير جدا، بس هو بنطلون شارلستون رياضي. حلو جدا 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 الصراحه، من احسن الحاجات اللي اشتريتها في سنه ثالثه. بينفع على جواكت، بينفع على التيشيرتات اللي قلت لكم عليها. ممكن بقى تنسقوا بقى على حاجات كتير جدا. هكتب لكم، هصور لكم حاجات كتير. ممكن تلبسوا مثلا البنطلون ده على الجاكيت بتاع الترنج مره، ممكن تلبسوا على التيشيرت مره، ممكن تلبسوا الترنج لوحده مره. حركات كتير جدا. ممكن تلبسوا مثلا عليه شميز وتلبسوا على فوق حاجه. فبنطلون شوستن ده هيبصوا خروج ينفع، رياضي ينفع، كل حاجه ينفع. تمام. هيمشي معاكم في كل حاجه. برضو في منه ميلتون، وفي منه نوعيه تانية هحط لكم صورتها عشان مش عارفاها. بس في منه حاجه، في منه ساده خالص، وفي منه لو خدت من الجنب، كتير جدا، نوعيات كتير جدا. برضو من اساسيات الالوان بتاعته اللي هو اسود ورصاصي وبيج، او اللي هو اللي بيكون بني. خليكم في الالوان الغامقه عشان الالوان فاتحه مش هتنفع معاكم خالص يعني، فاهمين؟ تراب وحاجات كتيره جدا. حتى لو في كليه غير تربيه رياضيه، الالوان فاتحه مش عمليه جدا معاكم. في بلطيش في منها الوان كتير جدا، في منها اخضر وفي منها ازرق، كتير جدا. عشان كده بقول لكم ان هو ممكن ما ينفعش يكون رياضي بس يعني، كتير حاجات كتيره جدا. تمام. ايه تاني؟ الطرح الاساسيه اللي هي تكون عندكم طرحه بيضه وطرحه سمراء، اكيد عندنا كل ده. فدي من الحاجات الاساسيه الكليه، طرحه بيضه وطرحه سمراء، اساس يعني. تمام. الشوزات خليكم في الشوزات الرياضيه، تكون خفيفه وتكون سهله وبتجروا، تكون مريحه بالنسبه لكم، عشان ما تكونش تقيله على رجلك، وتعرفوا تجروا بيها، تعرفوا تمشوا بيها. ده كله. خلوا شوزه واحده تكون معاكم خلال فتره الكليه، بهدلوها خلال فتره الكليه لحد ما خلاص تجيب اخرها معاكم. وخلوا بقى الحاجات تانية مثلا محاضرات النظري كده يعني. تمام. بس دي اكتر الحاجات اللي انتم ممكن تشتروها خلال فتره الكليه. برضه التيشيرتات الاوفر سايز، اللي هي تكون نص كم، اللي هي تكون اكيد كلنا عارفينها، حلوه جدا 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 جدا. برضه سهله وسريعه وحلوه. بس كده والله. لو حابين تعرفوا اي حاجه تانية، خليكم في زي ما قلت لكم الالوان والحاجات اللي انتوا الحاجات اللي انتوا هتشتروها في الكليه، سواء كان مايوهات، سواء كان اي حاجه بدل كاراتيه، ان انتوا تسمعوا كتير قوي. انتوا هتعرفوا، وانتوا هتسمعوا، وانتوا عايزين هتشتروها، هتكونوا متحمسين وعايزين تشتروا حاجات كتير قوي. بس خليكم اما تخشوا الكليه اول يوم، اول اسبوع، ده هيكون اسبوع هتتعرفوا على الدكاتره، تعرفوا فيه عن الكليه. الدكاتره بقى في الايام دي هتقول لكم تشتروا ايه، وانتوا هتنزلوا مع زمايلكم تعرفوا المحلات وتعرفوا كل حاجه. هتكون احلى فتره في حياتكم حرفيا. فاستنوا الكليه. دي الحاجات اللي انتوا تشتروها جنب، لو انتوا لازم تشتروا هدوم دلوقتي لاي كليه تانية وحابين تشتروا للتربيه الرياضيه، دي الحاجات الاساسيه: ترنجات، ستات، بناطيل، ميلتون، الحاجات دي كلها. هحط لكم برده الصور اللي انتوا محتاجين تشوفوها كلها. تمام. وانتوا برده ابحثوا واتفرجوا وشوفوا.
بس كده والله اكون بنتهي معاكم بالفيديو. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه فبتنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه واكتبوا تحت في الكومنتات حابين تشوفوا الفيديوهات الفتره الجايه. بس كده، باي.